أهلا وسهلا أصدقائي في قناة محترفة والتذكير. اليوم راح نعلمكم طريقة عرض شاشة جهازك الأبل على شاشة الكمبيوتر بدون جيل بريك. أول شي عليك إنه تروح على الموقع اللي أنا راح أكون كاتبه بالديسكربشن. طبعا هو الموقع بالصيني باللغة الصينية، فيعني هو سهل الاستخدام. فقط عليك إنه تروح على الموقع اللي أنا راح أكون حاطه بالديسكربشن، بعدين راح تضغط على المستطيل الأحمر اللي شايفه عندك، زي ما انا حط عليه الماوس. راح تضغط عليه ومباشرة راح تشوف انه بدأ تنزيل ملف البرنامج. طبعا انا راح اعمل كانسل لانه انا منزله قبل. آه، طبعا اكيد، وبعد ما يفتح عندك الملف راح تشوف هاي الايقونة. راح تضغط عليها، بعدين راح يبدأ تحميل البرنامج على الكمبيوتر تبعك. طبعا هو راح يفتح على السريع، وزي ما انتم تشاهدون انه ايضا البرنامج باللغة الصينية، بس هو سهل جدا استخدامه. بعد ما راح تطلع لك هذه الصفحة، راح تضغط على هذه الجملة اللي مبينة عندكم. راح تضغط عليها وبعدين راح تطلع لك هذه الصفحة. آه راح تشوف انه هاي التعليمات كيف تشغل البرنامج. فقط عليك انه ترفع الكنترول سنر من تحت، وبعدين راح تشوف انه عندك ايقونة جديدة ظهرت لك اسمها اير بلاي. راح تضغط عليها، بعدين راح يطلع لك اثنين اشياء اللي هو اسم الجهاز، وبعدين تحت مكتوب اي تولز. طبعا راح تبين عندك الان لانه انا شغلته عندي، فراح تبين عندك. طبعا هو تحتاج الى بضع ثواني حتى يشتغل. زي ما تشاهدون انا عندي اشتغل. راح تشوف كيف اسم الجهاز مكتوب بهذا الشكل. هو كيف راح يكون مكتوب عليه الصح اول قبل ما تشغله على البرنامج. وبعدين بعد ما تشغله بعد ما تضغط على الاي تولز، وبعدين راح تشغل الميرورينج. راح ينحط عندك الصح آه، جنب الاي تولز، وبعدين راح تشوف انه اشتغل عندك عادي وسريع. طبعا هذه بدون يو اس بي، يعني بدون ما تعمل او بدون ما تشبك جهازك بالكمبيوتر يو اس بي. راح تستطيع من خلاله ان تستخدم هذا البرنامج. هو يشتغل عن طريق الواي فاي، واذا طفيت عندك الواي فاي مباشرة راح يطفى او ينطفي عندك من الكمبيوتر. اتمنى انه يكون الفيديو عجبك. اذا عجبك اضغط على لايك. اذا حبيت انك تشوف فيديوهات اكثر على اجهزة الاي او اس والاندرويد اضغط على سبسكرايب، وشكرا.